ما يحدث في بلدها، صوتها ورؤيتها في قضايا البلد، هذا مهم، وصوتها ورؤيتها في تحديات سياسية كبيرة بنعاني منها، ولما احنا بنقول بنعاني منها مش قصدنا في سخنين ايش قضايا بس سخنين، لما احنا بنقول احنا جزء من المجتمع الفلسطيني بنقصد نساء النقب اللي هسه بدهم يتهجروا ايش بده يصير فيه. بنقصد 30,000 عربي في النقب يهجروا اسا، هذا المخطط طبعا، واحنا بصدق احنا يعني كل نظامنا السياسي لافشال المخطط وسيفشل، شو بده يصير فيه؟ نقصد معاناة المرأة الفلسطينية في كل محل، مش سخنين، احنا مش عايشين في سخنين، احنا عندنا وطن واحنا جزء من شعب واسمه الشعب الفلسطيني، وعندنا تحديات سياسية متشابهة كنساء. فلما بدنا نتنظم مثلا في جمعية بتنظمنا على مستوى نساء، احنا بهمنا كمان تواصل، شو تواصل؟ احنا شعب واحد حتى مش يعني حتى كلمة تواصل، احنا بهمنا كمان نلتقي مع نساء صغيرات، وانا بعد حالي ما بمثل مشروع وطني، بمثل مشروع سياسي، الجزء ركيزة من ركائزه وركيزة من أهم قناعاتي هو مكانة المرأة وحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأهم شيء أو أهم حلقة اللي من شأنها رفع مستوى المرأة المضبوط الحلقة الاقتصادية، مكانتها الاقتصادية، واهم حلقه ممكن تعمل نهضه مش بس لمكانه المراه، لمكانه مجتمعنا هو عمل المراه، هذا اهم شيء، عمل المراه، عملها خروجها للعمل وبالتالي استقلاليتها الاقتصاديه. احنا نسبه عمل المراه الفلسطينيه 22%، احنا مضبوط مش جزء من الحكومه، احنا بس نثير قضايا، واحنا مضبوط نمثل مشروع وطني السلطات الإسرائيلية بتحرض ضده وبتلاحقه، لكن على الأقل لما نرفع صوتنا وقضايانا نكون نعبر فعلا عن صوتكم انتم عنهم، انتم عن معاناة الشارع وعن معاناتكم اليومية، لأنه ما فيش معنى لوطني ولقضايا وطنية ولهم وطني إذا ما ارتبطش بالهم اليومي. ايش الهم الوطني؟ الهم الوطني مش هم برفرف لحاله بالسماء، الهم الوطني احنا بدنا نعطي نفس وطني ونفس قومي لهمومنا اليوميه، هذا هو مشروع الوطني. احنا ما بنآمن بوطنيه، وعاده وهذا شيء كثير مهم لوعي مجتمعنا، انه الاحزاب السياسيه العربيه هذا طبعا تهتم بالقضيه الفلسطينيه، اول شيء احنا قضيتنا هو قضيه فلسطينيه، مصادره الاراضي، مخططات هيكليه، ما فيش محل نسكن، هدم البيوت، صعوبه استصدار رخصه، الفقر، البطاله، تسرب من المدارس، هي كلها قضايا وهي كلها جزء من معالجتها ومتابعتها جزء من مشروع وطني، لكن احنا بيبنا المرأة تكون حاضرة في مشروعنا الوطني. المرأة تكون حاضرة، لما نقول نكون حاضرة تكون حاضرة على مستوى المحلي، بمستوى البلد، قضايا البلد، قضايا التعليم، قضايا المدارس، قضايا عمل السلطات المحلية، وعلى المستوى السياسي العام. أنا بعد حالي للي صوت لي ما صوت لي بمثل هذا الهم، يعني بمثل هذا الصوت، بمثل هاي القضية، وزي ما قلنا احنا مش جزء من الحكومة، مش رح نصير جزء من الحكومة، والسياسات العنصرية في إسرائيل عم تزداد شراسة، قوانين العنصرية انتم مطلعين عليها، مش احنا في دولة اللي تزداد شوية انفتاح ناحيتنا والديمقراطية فيها عم تتوسع والاعتراف بحقوق العرب عم بتزيد. بالعكس احنا في دولة اللي العنصرية فيها عم بتزيد، واللي كل اسبوع معقول على المي معقول، والعنصرية فيها عم بتزيد، والقوانين التي تمرر ضد العرب هي قوانين يعني تتمتع بأغلبية اوتوماتيكية، واحنا مؤمنين انه المرأة تستحق يعني اكثر من الهامش المعطى لها، واكثر من ما هي مهمش كل الوقت من بداية الانتخابات تجي الانتخابات الثانية، المرأة مهمشة كمان مرة بعيد علشان فكرة تكتمل. هاي حقيقة يا أخت حنين طلعي، يعني كثير أنا حاسة كثير يعني أحكي يعني، بس بتصور اليوم الجلسة هاي مش رح تعطيني بالوقت إنه أحكي، أما إحنا لا بتعطي، وعفوا إني قطعتك يعني، عفوا إني قطعتك، أما هقول لك شغلة، إحنا مجتمعنا كله مهمش، بتعرفي ليش؟ بتعرفي ليش؟ لأنه اليوم أنتم كل أعضاء الكنيسة بما في أنا على فكرة جمهورية، شو يعيد أنا؟
بس بما فيهم اعضاء الكنيسه الجبهويه مش الشيوعيه اليوم بيهتموا بالقضايا الخارجيه مش بالقضايا المهم يعني كل اللي بنسمع عنه بالراديو قضيه العراقيل بسبب قضيه العراقيل باحدى القضايا اللي كل يعني بيعانوا منها عرب النقب بس لنا قضايا كثير اللي كلها مهمه شيء وتحت الطاوله محطوطه ما حداش بيشتغل اسال بتبدا كل القضايا تطلع كلها بتبدا تنفذ على الطاوله يعني احنا بنقدر نعيد عند رسميه هناك هي رسميه احنا بنقدر نعيد حكي ايش بيقولوا عنا الاسرائيليين هو انتوا يعني انت عدتي شو كيف هن عم بحطوا عضلات ناس بعض وانا صدق انسى اني انا من التجمع المخططات الهيكليه احنا ما بنشتغلش فيها وما بنفيدهاش قضايا هدم البيوت المظاهرات في هدم كثير قضايا الفقر عمل المراه هقول لك كم من مره قضيه عمل المراه صار في الكنيسه العنف قتل النساء ميزانيات للمدارس تسرب من المدارس بالعكس هاي القضايا تصار بس احنا بدناش نوصل للي بدهن اياه الاحباط لهجه الاحباط انا كنت بالجامعه بالضبط انا كنت بجامعه صفا انا قلت للطلاب شيء واحد طلعوا النضال مش نشاط النضال مسار استمرار مسار مش نشاط ودغري بعد هذا النشاط والنشاط اللي بعده انا بدي اشوف حياتي تغيرت بعدين احنا دوله بتقول دوله يهوديه وانت فيش لك حق على الارض انت فيش لكم حق في الارض لكم حق على الارض طلعوا حتى كيف بيصيغوها انه احنا فيش لنا حق في الوطن هذا احنا لنا حقوق على الارض وحتى هاي الحقوق بيرجعوا اسا مثلا وربطوها بخدمه مدنيه صار في عندنا تحدي اخر كل اللي بنحكيه واسا ربط الحقوق بما يسمى الواجبات الخدمه المدنيه وفرض الخدمه المدنيه تحويلها لفرض وإسا بصير اذا بدنا نفوت على عمل نيل وظيفه بصير بدنا نقاط للخدمه نقاط اللي بتعطينا اياها الخدمه المدنيه، التعليم نقاط اللي بتعطينا اياها الخدمه المدنيه، منح دراسيه نقاط اللي بتعطينا اياها الخدمه المدنيه، التحديات عم بتزيد، لما التحديات عم بتزيد احنا وعينا لازم يزيد. احنا الذل لا نقبل بالذل، حتى لو اسا بالدوزر اللي فات قبل 3 سنين اول ما فتت بعد الكنيسه بشهرين كانوا يهدوا بمصمص، احنا ما بنوقفش البلدوزر صح، بس الشباب والاطفال اللي طلعوا يشوفوا البلدوزر اذا اخذوا الرساله الصح انه احنا موجودين بدوله عنصريه وانه احنا لازم نربي شباب ولازم نرفع وعي وطني، اذا اخذوا هاي الرساله هاي منيح. والناس اللي طلعت تحمل بيت ما خلتش مخطط هذه ب8 بيوت يستمر. ولا لما ناضلنا احنا اخذنا دنيا. احنا لما ناضلنا ضد مصادره الاراضي في الروحه اخذنا والغينا قرار مصادره، والخيمه اللي كانت بجلجوليا قبل كم من شهر والمظاهرات اللي كانت بجلجوليا ضد مخطط القطارات اللي كانت بده يصادر 7000 دونم من 20,000 يعني ثلث البلد بده يقطعها. جمد المخطط عشان الناس طلعت، مش علشان الناس كانت قاعده بتقول شو بدنا نعمل، عشان الناس طلعت، عشان كان في خيمه، عشان كان في مظاهرات من شمال البلاد لجنوب البلاد. هذا مهم. هاي الثقة اللي إسرائيل بدها تقتلنا في السياسات الإسرائيلية بدها تقتلنا، هذا النفس، وإحنا ممنوع يكون نفسنا قصير، على القليلة جزء مهم منه رفع الوعي الوطني لمجتمعنا، وإني أناضل أحط القضايا الأساسية على الطاولة، وفي عندنا كمان إحنا قضايا داخلية، كمان بناء ذاتنا وتقوية مثلا السلطات المحلية العربية إنها تدافع وإنها تشتغل صح، هذا مهم، كيف انتخب هذا مهم، والتعامل مع المرأة هذا مهم. التعامل مع المرأة هذا مهم. شيء يعني مش جزء برجع اقدر امثله، يعني اللي بده يتنصل من عروقته من كونه جزء من الشعب الفلسطيني اكيد مش رح يصوت له، ومش رح بعدين مالوش حق يحاسبني اذا ما صوت لنا يعني. بس احنا بنمثل المرأة كإنسان كامل، مش بس كمرأة، المرأة هي المرأة وهي كمان جزء من هذا الشعب.